بيراميدز يعني يسكت في صفقة إبراهيم عادل؟ والقلم اللي خدوا من النادي الأهلي ما بيسكتوش، معاهم فلوس. وزي ما طلعت وقلت لك قبل كده إن ديانج خلاص قرب يجدد مع النادي الأهلي، بس حصلت ظروف بعد الانتخابات وبعد دخول الكابتن سيد عبد الحفيظ، فالمشهد اتلخبط جدا جدا في صفقة ديانج يعني بنسبة 90% 95% خارج النادي الأهلي، أو هيتم عرضه للبيع في يناير القادم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير وصلي على حبيبك وسيدك وشفيعك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين ان بيراميدز دم اسنانه لا مؤاخذة النادي الاهلي، ما بيحبوش النادي الاهلي وما بيحبوش نادي الزمالك، انتوا عارفين الكلام ده. طيب هم بيتفاوضوا مع ديانج بقالهم مدة. لا الدور ده كثفوا المفاوضات خالص 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 مع ديانج. الاهلي سمع، او الكابتن سيد عبد الحفيظ كان على دراية بالمفاوضات دي. الكابتن سيد عبد الحفيظ قعد مع وكيل ديانج امبارح وقال له بص احنا عاوزين نجدد ليه ديانج مع النادي الاهلي. قال له طيب لو عاوز تجدد يبقى هنبتدي من 2 مليون دولار. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا عارفينه ما بيهزرش مع حد. قال لا مفيش الكلام ده عند النادي الاهلي، انا لاعب خط وسط مدافع ادفع فيه الرقم ده استحالة، وجنبه مروان عطية مش بياخد الرقم ده. يعني انا كده هبوظ اوضه اللبس. انتوا عارفين الكابتن سيد عبد الحفيظ في الحاجات دي في الحاجات دي دجرم، في الحاجات دي شديد جدا. قال له بالعربي احنا عارضين 1,200,000 دولار. قال له لا مفيش الكلام ده. طيب في عرض سعودي وعرض اماراتي وعرض من نادي بيراميدز، ده وكيله بيرد على الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول له في عروض لديانج وفي عرض من نادي بيراميدز ان هو يروح ب3 مليون دولار لنادي بيراميدز. قال له مفيش مشاكل، هات عرض رسمي في يناير وانا اوافق لك بالبيع. ما بيهزرش سيد عبد الحفيظ، ما بيهزرش في الكلام ده. عاوز النادي الاهلي كان به، مش عاوز هات عرض وتعالى. نادي بيراميدز المفاوضات بتاعته مع ديانج 3 مليون دولار في الموسم، زائد منحة توقيع زيهم تاني 3 مليون دولار. النادي الاهلي مش هيدفع المبالغ دي في خط وسط. محمد بن رمضان مش بياخد كده، مروان عطية ما بياخدش كده، كوكا ما بياخدش كده، والنجوم دي كلها دي متألقة مع النادي الأهلي. الكابتن سيد عبد الحفيظ قال أنا مش هبوظ أوضة اللبس علشان خاطر لاعب. احنا حاليا عاملين فئة أولى، فئة تانية، فئة تالتة، يعني مش هنبوظ الكلام ده كله ده. لو ديانج أو أنت موافق على التجديد ب1,200,000، يعني الأهلي لو ضربوا الدم لا مؤاخذة هيكون 1,400,000 1,500,000. والواد كان موافق قبل كده، الواد كان موافق من شهرين وقال لك هاتوا يلا نخلص. بس بيراميدز اللي دخل طبعا اللعيبه الافارقه الاجانب بيحسبوها فلوس يا واد عمي، ده لاعب اجنبي لاعب محترف للقرشين الزياده. وبالفعل نادي بيراميدز عرض 3 مليون دولار في الموسم، وعرض 3 مليون دولار منحة توقيع لو اللاعب خلص اموره مع النادي الاهلي. طيب رد الكابتن سيد عبد الحفيظ قال له لو عاوز يمشي في يناير احنا ما عندناش مشكله، يروح الزمالك يروح بيراميدز. زمالك ايه بس، الزمالك والله العظيم ملاقين ناكل. يروح بيراميدز ما عندناش مشكله، عاوز يمشي في يناير يبقى احنا عاوزين فيه 1,000,000 دولار ويمشي بدون اي مشاكل وبدون اي تجميد وبدون اي شوشره.
مليون دولار تاجي في خلاص، هو كده فاضل له 6 شهور، ال6 شهور بمليون دولار. ده كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ. وبيراميدز مش هيسقط في صفقة ديانج زي ما انتم عارفين، بيستنى اي لاعب من النادي الاهلي ويحط عينه عليه. سلام عليكم.